هذه الصور بمطار لوس أنجلوس الذي أعلن تأثر خدماته بالأعطال الفنية العالمية. الروينة واقعة في العالم كله تقلب على شي حاجة كانت قالت هذيك ليلة ولا ما نعرف شنو اللي كتقول لنا داكشي اللي غيجي في المستقبل، ولكن الدولة الوحيدة اللي ما تضرعتش من هادشي كامل شكون؟ لا ما يمشيش بالكم بعيد. المهم عفط على ديك لايك، خلينا واحد التعليق، ما تنساش انك تشترك وتبارطاجي هذا الفيديو هذا باش يبقى وصلك جديد، وايضا باش تدعم المحتوى اللي كنقدمه لكم. ونبداو على بركة الله في اختراع جديد وما سبق لتا شي واحد دارو. إذن سنقوم بالإمضاء بالبصمة على الإمضاء الرقمي عن المنشور الوزاري لتوجيه طلبة حاملي شهادة البكالوريا 2024. واو الوزير شحال فرحان، غيدير البصمه الالكترونيه وغيدير امضاء الكتروني. اللي كنعرفوا هو ان البصمه الالكترونيه هي التليفون ديالك كيكون فيه فيس اي دي ولا بصمه لومبرانت وكتورك هكا البصمه ياك. اذن المحتوى هو معد، وبالتالي سأمضي على هذا المنشور على بركة الله. ورك على بوطونه وقال لك امضاء لك البعره الحمراء. ما هكذا تورد الابل؟ كان ممكن دير غير بالسبابه ديالك تكليكي سهله. لا شوف، ضروري من الدراما، ما يمكنش. وفي الدراما سمعوا هذا مزيان يا اخواننا. في اخبار متداوله بشكل واسع حاليا قوي، لسه ما فيش اي تاكيدات رسميه، لكن متسبي رئيس الاتحاد الافريقي طلب من الجزائر ويتمنى ان الجزائر تنظم بطوله افريقيا 2027، وبقى كيترجاهم كيقول لهم عافاكم رجعوا نظموا 2027 رحنا واحلين. رجع الحق لاصحابه. تنظيم كاس افريقيا 2027 ان شاء الله هيروح تنظيم لدوله الجزائر. رجع الحق لاصحابه، ياك هما انسحبوا وقال لك لا حنا ما مسالينش لهذا الشيء، حنا بغينا نطوروا وكذا. علاش ما قالوش لا حقرا لا كاف فاسده ولا ما كاش؟ اسناد البطوله ليها بعد ما كانت في ثلاث دول غريبه جدا تلعب كاس افريقيا في 3 دول، كينيا واوغندا تقريبا وما اعرفش الثالثه مين، مش فاكر يعني. انا عندي غير سؤال واحد، اعطوني مصدر واحد موثوق ديال هاد الاخبار هاد. كتلقى الاعلام الجزائري الهوضه وتبعوهم الإخوان في مصر. نفكركم شنو الحاجه، غير حاجه من الحوايج، كاينين بزاف الحوايج اخرى. خوتي حبيت نتكلم على تنظيم كاس افريقيا كامل. كان يقولوا بلي ظلمونا على تنظيم كاس افريقيا، عندنا لي ستاد منا. شوفوا خوتي، انا تاني كنت حاطه باللي ظلمونا كدا، بصح كي شفت الواقع شفت باللي صح. خوتي الجزائر تقدمت ب6 ملاعب كاس افريقيا، والمغرب ثاني تقدمت ب6 ملاعب، كاع تقدموا 6 ملاعب و3 ريزيرف، كيف الجزائر تقدمت 3 ريزيرف. المهم عندنا لي ستاد، عندنا كدا. المغرب فاش سوقوا علينا المغاربه 26 ستاد اونطرينمون، 26 ستاد اونطرينمون. هذه هي اللي غلبونا. حنايا كل ستاد عنده 2 تيران، وما تما كل ايكيب عندها 2 ستاد اونطرينمون. لا شوف، ما تزيدوش فيه عاود. كل ايكيب عندها ستاد ديال لونطرينمون ديالها. الجزائر ما قدراتش تقدم هادشي. هي كنتكلموا على الفندقه، على داكشي الاخر ما نعاودش، خليكم غير في هادي. ولكن اجيو تشوفوا الفضيحه اللي جايه. المدرب هذا اللي تكلمنا عليه من خلال مشاركته في طوكيو بعد انتهاء المشاركه ومغادرته القريه الاولمبيه، انه باش ما نقولش كلمه اخرى يستولى على كل اغراض الغرفه. ما كلف اللجنه الاولمبيه اون اموند اللي رانا هنا، حنا لازم كي نتكلموا بالوثائق. الاسره الاعلاميه تقدر تطالع على لا فاكتور اللي خلصتها اللجنه الاولمبيه لي دوماج اللي كلفها هذا السيد للجنه الاولمبيه، اللي تقدر ب 250 ألف ين ياباني. عادي راك شوف، سواء كان مدرب سواء كان شوف فيما مشاو السرقه. ولكن سؤال، شحال شفر قال لك 250 ألف؟ وش دا لاش عمر كله دا معاه؟ جاب شي كاميوز داكشي كامل؟ 250 ألف ين ياباني هي 15600 درهم، ودايرين عليها حاله وقيامه. ولكن شنو غيكون دا الفوطات دا شنو؟ المهم السرقه كتبقى سرقه، ودائما في اطار الالعاب الاولمبيه اللي جايه. داروا كما نقولوا الالبسه تاع الرياضيين الجزائريين اللي راهم رايحين يشاركوا في الالعاب الاولمبيه تاع باريس هذه.
بألوان غريبة جدا 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 جدا. داك الزرق اللي داروه في تونيت الزليج بغاو يدخلوه عاوتاني في الحوايج ديال الاولمبياد. ولكن شوف جا زوين، جات لبسه واعره كتحمق. ولكن اللي غيضحكني هو هذا الفيديو ده كنتفكروا قديم فايت لي دوزو، ولكن ضروري ما نعاودو نتصنتوا ليه. في قلبي كاينه كلمه ما قلتهاش واليوم نقولها. بصح دومونديت حاجه ونعاود ندومونديها اليوم على المباشر، نقولها لك. واش دومونديت؟ قلت له ديروا لنا قصعه طعام في ان دي فيلاج لي بلو بو فيلاج اللي نشوفوه في التلفزيون. حاب نديكوفري فيلاج في تيزي وزو. دومونديت قصعه طعام باللحم. قصعه طعام باللحم بشويه عليك مالك هذا، ضروري باللحم ماشي بالدجاج، راه مشكل فيك اصاحبي. ولكن شوف الناس ديال الجود والكرم غيعطيو قصعه ديال. قالوا لي والله ماني نضحك، والله ما نجم نضحك معاك. قالوا لي جاو مورايا الكوار، جاو مورايا الكوار طلعوهم كلاو طعام وداروا لهم برنوس. وانت باسكو اسمك بوزيدي تسكن في الجزائر. انا بغيت غير الطعام، ما بغيتش البرنوس، بغيت غير الطعام وما عطاونيش الطعام. ولكن هذا المقطع هذا اللي شي يومين عنده ولا 3 ايام اللي واعر بالجهد، انا الصراحه كيعجبوني بحال هادو اللي شوف واعرين. الطربو ما عندهم غاز، ما عندهم الكتريسيتي، ما عندكم ماء، ما عندكم خدمه، ما عندكم لي زيت. انتم عندكم كل شيء والشعب يموت بالجوع. لو ديرني مسكين في الجزائر اقسم بالله، لو ديرني مسكين في الجزائر عنده 2 ابارتمون والله. فين شفت هذه؟ عندكم في الجزائر قسما بالله مسكين في الجزائر عنده 2 ابارتمون، 2 ابارتمون مسكين عطاها لهم الدبون يزيدوا لهم جملين في شهر، وعطاهم لا كارت الشيفا، وعطاهم لا كارت دو ترونسبور، المترو البوز وكاع. اسمع si je t'écoute là. Tout ce que tu dis sur l'Algérie. Oui. Mais pourquoi ils viennent en France? Qu'est-ce qu'il fait en France? Il fait chaud. موجود في البحر، ايطاليا، اسبانيا. عندكم والو. Pourquoi on vient en France? C'est pour faire des courses. Et on rentre chez nous. والله حنا نشوفوا لي كورس ونشاوروا. صراحه الله يعطيه الصحه هذا خينا اللي كان كيهضر، لانه رائع رائع للغايه. المهم هو قال لك اسيدي علاش قال لك كاين بعض الناس ما كتفهمش الفرنسيه وعادي جدا هذا الشيء ما فيه حتى شي حاجه. ندير خلاصه صغيره، قال لك حنا ما عندنا حتى شي حاجه في المغرب، لا ما لا غاز لا حتى شي حاجه. هما المسكين عنده 2 البارتمات، عطا لهم تبول وزادهم بطاقه الشفاء وبطاقه الترونسبور، زادهم كل شيء. ولكن هذا الشيء كامل علاش هو كان في الجزائر؟ علاش هو كاين في فرنسا؟ حيت كاين الصاد شويه في الجزائر. قال لك لا راه مشى يدير غير شويه لي كورس، مشى يتقدى شي حاجه ويرجع في حاله. الله يعطيه الصحه صراحه الله. مشيو عند المحلل لابيل في واحد التحليل كان داروا شحال هادي، ولكن المناسبه اليوم خصني ضروري نعاود نرجعو باش تسمعوه. مازال ركزوا مزيان الا بغيتو تفهموا. شفت الجزائر كيفاش سمحت في تونس وتنازلت على النفوذ تاعها في تونس لصالح السعوديه. دوله واحده اخرى ما ديرهاش. ايران مثلا يروحوا لها يقولوا لها تنازلي عن نفوذك في لبنان من اجل الدور. مستحيل. احنا تنازلنا لصالح السعوديه، ماشي فقط في الملف التونسي، ايضا في الملف السوري. عوده الجزائر، عوده تونس، عوده سوريا الى المجتمع العربي كانت فكره جزائريه. لماذا الجزائر تنازلت عن الفكره وسلمتها للسعوديه؟ لان هذاك مخطط اخر من اجل عدم اغضاب روسيا. السعوديين يعتقدوا على انهم تسببوا في ضرر للجزائر، لكن السعوديين قدموا خدمه كبيره للجزائر. الجزائر سمحات في تونس، يعني تونس ديالها سمحات فيها، وزاد سمحات في سوريا، هي كان عندها المخطط وسمحات في سوريا. علاش؟ باش تقرب من روسيا. علاش؟ باش تخليها للسعوديه، والسعوديه كيحسب لهم راسهم واعرين، ولكن هما راه غير تقولبوا الجزائريين لا قلبوتهم وتبنوا لي خلي لهم هذا الشيء. خوتي راه ما يمكنش. ودائما بما اننا كنتكلموا على تونس فغنمشيو نشوفوا واحد المقطع. توانسه بداو كيعانيو ومساكن مع كراغيله. صباح الخير الناس الكل، شنو احوالكم؟ انا قسما بالله عندي ساعه ونضحك وحدي، قسما بالله شدني كريز نتاع ضحك، وانا من جورك شدني كريز نتاع ضحك سيء، ما عادش نجم نعمل حتى شيء. بالله العظيم هذه ثالث ولا رابع مره نجرب فيديو ويشدني كريز نتاع ضحك نقص.
أين توجد أقدم جامعة في العالم؟ توب 5 قال لكم 5 أقدم جامعة في العالم بالتاريخ، وحاسيلو رتبهم هما حتى يوصل المرتبة الأولى. المرتبة الثانية تجي قال لك جامعة القرويين المغربية التي تأسست سنة 859. نجيو للمرتبة الأولى اللي ما فيهش حتى شك، اللي هي تحتل المرتبة الأولى عالميا، اللي هي جامعة الزيتونة التي تأسست سنة 734. كاينه غير بشويه عليكم. انا شوف هذاك الشيء اللي عشتيو معاهم حنا ما تعيشيش معنا، حنا غنناقشوا معاك بالعقل. اول حاجه نعم جامعه الزيتونه تاسست قبل، ولكن ما كانتش جامعه، كانت عباره عن مدرسه في هذاك التاريخ اللي تكلمتي عليه. اما القرويين فتاسست كجامعه وهي اول جامعه، واللي اساتها جات من تونس نعم، ولكن الاصل ديالها في الاصل هو من شبه الجزيره العربيه. هذا غير تصحيح المعلومات فقط لا اقل ولا اكثر. انا عارف النيه ديالك، انت شفتي فيديو وتكلمتي عليه، هما اللي قالوا الاول والثاني، انت ما كتكلمي على شنو جاي في الطريق. انت هو دزير ما جبتش دزير باش بداش الفيديو جمله يجي خويا واحد دزيري في كومنتير من تحت الفيديو اكيد الفيديو راكم تفرجتوا فيه الناس الكل، واش كتب حسب رايكم واحد هكاك كلمه حد كتب الجزائر الاولى وتونس الثانيه. شوف الجزائريه الاولى راه انت اللي فيك المشكل. الجزائريه الاولى في اي حاجه واخا ما تكونش عندها، حيت اللي شافوها ديالهم واللي ما شافوهاش عندهم فيها النص، وهما الاولين غيحبسوا عند هذا الشيء هذا بركه. فيديو الصباح وقسما بالله وراس بناتي لنزيد عليكم كلمه، واحده فرنساويه لا عربيه لا حتى شيء، فرنساويه قالت في الفيديو لي تونيزيان سمي قالت مي فريمون ميرسي بوكو لي تونيزيان. اي شنيا كيفاش قالت لك اول عبد اللي اخترع الهريسه التونسيه حط فيها زيوت مي برافو. قالت له جاي واحده زي اللي في الكومنتات تكتب لها حسب رايكم باش نقول لكم مخكم لغيساسي الجيريان. والعالم كله كيعرف الرئيسه راهي تونسي. لا اسمح لي غيتقلقوا عليا الجزائري. يا خويا هذه تتعد بربي العالم الكل يعرف اللي الهريسه اصلا تونسي. باش نجيب لكم نكته نتاع التاريخ يا خويا، كوبل طالياني في تونس عامل ببليسيتي على تونس ويحكيوا بالايطاليان. يا ولدي مش نورمال، تقتل الفيديو مش نورمال، يحكيوا بالايطاليان حتى في لي كومونتير يحكيوا معاهم بالتونسي ما فهموش، قالوا لهم احكيوا معنا بالايطاليان انا ما نفهمو. يصوروا في سيدي بوسعيد يا ربي، في سيدي بوسعيد وقاعدين يشكروا يمجدوا ما نعرفش شنو. جاهم وحده تزيري شكات بالهم ولا هي وحده تزيريه فيني اون الجيري سي ميو. الناس كلهم في العالم كيخدموا باش يطوروا السياحه، والجزائريين كيتسناو هذوك اللي كيخدموا كيدخلوا في التعليقات عند هذوك اللي كيسافروا لذوك الدول وكيكتبوا لهم لا اجيو عندنا حنا راه احسن. علاش الجزائر ما تطورش راسها؟ علاش الجزائر ما تكونش واعره وتمشي وديفلوبي راسها شويه باش تمشي للسياحه؟ علاش الجزائر بالتحديد تحاول منذ مده انها معناتها تنهض او تقيم اقتصاد سياحي في الجزائر؟ الثقافه المجتمعيه السائده في المجتمع الجزائري يلزمها تتبدل. اصعب شيء هو انك تكون دوله سياحيه. السياحة معناتها فما الأمن، سيرتو الأمن مش سهل أنك تجيب معناتها تستقطب أجانب لبلادك وياخذوا راحتهم. أنا مشيت كسائحة الجزائر، لازم معناتها المواطن الجزائري يتجاوز برشا عقد، خلينا نتحرى ونقولوا الحقيقة باش ينجم يعمل السياحة. السياحة ماهيش حاجة سهلة، أصعب ما فما السياحة. هكا هو عنده مشكلة، فما حاجات معناتها مازالوا ما تخلصوش منها، يمشيو في النزعات الخايبة في الأحساس الخايبة. ما نحبهم يفهموا مشكلة لهنا. عرفتي غير بوحدك عندهم مشكله هذا ولا لا؟ راه من شحال هذه وحنا عارفين هذاك المشكل فين كاين. المشكل انه الناس كلهم عندهم الدماغ، هما عندهم 1 على 10 من الدماغ. ايوا نمشيو نشوفوا واحد النوع جديد. شوف شفنا قبيله البصمه الالكترونيه، دابا غنشوفوا الطوابير الالكترونيه. عرفتي السلام عليكم. 2024 ومازلنا في الحجران. اخوتي هذو كلهم بلاشان. الله اكبر. الهاج السلام عليكم. يا بلاد ربي باقي السيره، ربي يجيب الخير ان شاء الله. بابا ان شاء الله. شتي الناس تطوروا كتقول ما كيتطوروش، هما تطوروا ولاو عوض ما يبقاو شادين داك الصف كامل وجالسين ولاو كيحطوا حجره وورقه وبقى لهم غير مقص تما ويساليوها. لا ما كاش منها، ما كاش منها. باليش انا هذه حبست لي راسي، انا هذه سي بون، هذه سي بون، هذه نكد. يا جماعه شوفوا الخلق بولونه تاع التران وداوهم. شوفوا
شوفوا تعقب التران لا الا محمد رسول الله من برا ومن الداخل. ها لا لي كومبلي. شوف التران تاع على خير تاع التران يا عيد. الجزائر هذه إنها الجزائر يا سادة. مش ممكن. دابا السؤال عندي، عادي أنه تكون سرقة البولونات، ولكن كيفاش الشعب عنده كل شيء باطل وكيشفر البولونات؟ بغينا نفهموا. أنا جندي من جنود الجزائر، هذا الحد اللي ما بيننا وبين المراكب. ها كيف، ها وراني انايا، ها هو شو العلام واعلام الجزائر. هاني وين؟ احنا ما جبناش تاريخ باطل، احنا ابطال الجزائر. هاني فوق كيف، ها هي جنودنا يا حبابنا يا سبابنا. شو راني لاصق، انا جندي من جنود الجزائر، راني نعبر لك على بلادي ونهضر. ها راهم المراكب ومعهم الصهاينه خلعتهم. الحرم 3000 هكا والكابوس اللي راه تحتي. ايه بن امها. وش يا بيبي قال لي عليك تقلل خوت سمحوا لي تخلعت طالع في الجبل ويقول قال لي اوه لا هذا يقدر يهجم علينا الخوت. خاصو غير الحجره ديال تبون باش يشير علينا، راه ما لقاش، كون لقاه تما كون شير. مع داروا لهم الكرياج حسوا براسهم محبوسين ولا باغي يطلع للجبل باش يشوف المغرب. تكايسه. هذا المقطع هذا انا شفتو، انا ما بغيتش نعطي الراي ديالي في هذا الشيء لانه الراي ديالي واضح، ولكن بغيت الاراء ديالكم بخصوص هذا المقطع. شنو كيبان لكم فيه؟ الخريطه دي للاراضي اللي وراء الحائط الجليدي، يعني احنا ارضنا هنا والحائط الجليدي هنا، وده كل اللي بعد الحائط الجليدي. فالخريطه دي لو ثبتت صحتها فاحنا كده نروح في حته ثانيه خالص. مهم وانا قاعده اعمل زوم بقى اكتشفت حاجات غريبه جدا. ركزوا بقى على اسماء الجزر اللي هقولها لكم دي. اول واحده تحوت على اسم اله مصري قديم، امون رع، اتن، انوبيس، وحورس. والغريب اكتر هنا تسلانيسيا، جاي من كلمه تسلا، والغريب اكتر واكتر مكتوب تحتها ذا الكتروفايد ايلاند، كهربائيه. وبصوا بقى دي ذا ماونتنز اوف كونج، مش بتفكركم بحاجه؟ فيلم كينج كونج والجزيره اللي كان فيها مثلا. وهنا بقى مش اسم انجلش، دي مكتوبه بالعربي الجزر الدنيويه. فسروا لي ايه ده؟ لا والاغرب واغرب، عندكم هنا جزيره للتنانين وهنا جزيره لوحوش اسطوريه. انا بالي خاص غير جزيره ديال المركبات الفضائيه والكائنات الفضائيه. هادشي اللي كاين صراحه. يكون الحكومات ديال العالم والماسونيه حابسين عندنا داك الجدار الجليدي وما نشوفوش شنو وراه. صعيبه القضيه الخوت. المهم واحد الخبر عنده شي 3 ايام 4 ايام على ما اظن، كنت الوقيته اللي شفتو هي فاش درت اخر فيديو. تساليت الفيديو عاد باش خبر فما قدرتش انا نحطو. نشوف. Voilà encore une autre information qui met le Maroc en avant. Le Maroc, dans le cadre de la coopération sud-sud, le Maroc offre 9 groupes électrogènes d'une capacité de 22,5 MW pour booster la production électrique au Niger. اجي النيجر ماشي هي اللي عندها الحدود مع الجزائر؟ ماشي هما اللي نوضوا على الجزائر؟ المغرب عطاهم المولدات ديال الطاقه باش قضيه فإن الخوت. واحد الجوج. المهم خونا بقى فيه الحال بزاف وباقي كيهضر، ولكن قال لهم انا اليوم جيت باش نثبت لكم انه السيفي ديالي كيخليني انني نخدم في مطار الجزائر. انا نمت سيفي من 6 سنين اللي جوزتهم والله العظيم، واني حافظها شوف حافظها بيان. السيفي تاعي مده اللي راني خدام في الصحافه 564 ناس سكنتهم، 5 وزينات في مناطق معزوله وين غراب ما يجوا، 3 زوج مناطق معزوله و3 بلايص ملاح وزينات فتحتهم. كاين يد عامله دوكا يخدموا تما بلا العمل الجواري اللي كنت نخدموا في الاونتي دروغ وبزاف امورات لي زاسوسياسيون مجتمع مدني. جاب لي ربي هذا السي في تاعي، جاب لي ربي محترم والله اعلم. دابا هذا هو السي في عندكم في بلادكم، العمل الجواري، تخدم مع الجمعيات. دابا انت صحافي، على الاقل السي في ديالك تكلم على الاعمال اللي درتيهم، على البرامج اللي درتيهم، عدد المشاهدات، عدد الحلقات، بلا ما نتكلموا معاك على الدبلوم ماشي مشكل. ولكن انت السي في ديالك فيه غير هذا السي في ديال شي رئيس جماعه بلديه ماشي. السلام عليكم الاخوان الاخوات، اهلا وسهلا. سرحان ترانسبورت يحييكم من مدينه الناظور. شوفوا الاخوان هذا البوليسي يرفع له القبعه. تحيه خويا البوليسي الله يحفظك. في حال هذا الشيء هذا كنشوفوا عند اوروبا ولا كذا، واو البوليس كيوت، ولكن عندنا ما كنتسوقوش نورمال. ايا قول لي انت، احكي لي شويه هكا بارك، رشقني شويه صاحبي راني مرشقك نتايا. على كل حال سيدي احمد، السيد احمد سقلاب، اسف على كلامك كبير، زعما على بريمي فون طلع مع خويا وانا هذا الكونت تاعي دوزيام، يعني راك فاهم. ايا زعما شغل راني نتعرف بيك انا. دوكا اي انسان يتكلم كلام يتحمل مسؤوليته هو. انا واش دخلني؟ هو واش دخلو في كلامي وانا واش دخلني في كلامه؟ انا مثلا نمارس السياسه ولا اشكو هو راني نهضر معاه في السياسه؟ اشكو هو؟ تا السياسه؟ اروى صاحبي اسمح لي على كل حال خويا، اسمح لي خويا ولد عمي انا ولد فاميليا، واحد لي انا اللي نضحك والو خويا العزيز اللي ضحكتني بنادم يحصل. اسمح لي خويا
والله هذا مو الضحكه الاسطوريه اللي كتعرفوه. فهو ولد فاميليا، علاش؟ لانه اللي كيدوي على السياسه ماشي ولاد فاميليا، فهمتي؟ هذا فكرني في اللي كان قال لنا في اخر فيديو عندهم الحريه وتوحشت الحريه ديال الجزائر وفرنسا ما بقاتش فيها الحريه. عقلتوا عليه؟ نمشيو نشوفوا الرئاسيات. وجا شي مرشح جديد اللي غيحيد لتبون. انا راه مخلوع، بغيت تبون اللي يديها كيفكم. بعد 7 سبتمبر سيكون الرئيس ان شاء الله تعالى الرئيس الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه. كان ما عنديش حظوظ على ان ندخل في الغمار هذا. فعلا حضرت برنامج، ولكن هذا البرنامج لابد ان ياخذ بعين الاعتبار عده نقاط. اولا مثلا عندما نتكلم عن المدى البعيد، بكري كان المدى البعيد هو 5 سنين 10 الى اخره. الان تغيرت الامور، المدى البعيد لا يتعدى السنه والنصف. انت شوف، انت قال لك في الاول عنده كل الثقه انه في 7 هو اللي غيكون رئيس ديال، ولكن في البرنامج ديالو ولا عنده المدى البعيد. المدى البعيد شحال هادي كان بزاف، دابا ولا عام ونص. المدى البعيد عام ونص. هي شنو غتسمي 5 سنين ديالك فاش تسالها؟ شنو نسميوها؟ المدى ما فوق البعيد ولا شنو؟ سيروا تحاشموا. ولكن انا اللي خلعني هو هذا المرشح هذا اللي جا في طوموبيل وفي بروتوكول رئاسي، وخرج الشيفور حل ليه الباب وخارجوا الصحافه مجموعه والجوقه. كيخلع هذا الشيء الخوت. نعرفوا شكون هو هذا وشنو غيقول. اعداد برنامج انتخابي نخوض به هذه الانتخابات الرئاسيه، وقد صغنا برنامج سميناه فرصه. واو، برنامج سميتو فرصه. عطيو فرصه، عطيو فرصه، عطيو فرصه. سنخوض هذه الانتخابات من خلال برنامج اسمه وعنوانه ومضمونه. ما عرفتوش شنو قال، ما قال والو، ولكن انا ركزت لكم على دوك اللي وراه اللي معاه في الحمله. شي كاعي وشي معبس. انت اللي معاك وما تيقينش فيك وبغيتي تغلب تبون، لا تبون ولا غيديها. بين نطرحوا السؤال نقول لكم بلا ما تطرحوا لي السؤال، راح نقول لكم يعني الايام الصعبه اللي فتها، صدقوني مريت في حياتي بايام صعبه واحد ما نجم نقولها لكم، بصح اليوم وهاد يعني ال 40 يوم اللي عقبتها عمري ما عشتها. عمرك ما عشتيها؟ شوف ما يبقاش عندك وتاثر عليكم بهذا الشيء ديال الاحاسيس والحساسين. لا تاثرش عليكم. نلاحظ او في غياب مرشح اجماع سنكون مرشح اجماع، سنكون منافس شرس ان شاء الله. علاش تبون ما ماشي مرشح اجماع؟ انت هو اللي غتكون مرشح اجماع؟ شكون جمع لك؟ خوتك ولا شنو؟ سير هو في حالك، خلينا تبون. مشيو نشوفوا شي واحد اخر عنده شي برنامج قوي. تعرفوا انتم التعليم في التلميذ عندما يدخل المدرسه من الابتدائيه المتوسطه الثانويه، احنا قلنا باش نراجعوا هذا، لان الطالب كيدخل ما يعرفش الحضاره الجزائريه. عقده الهويه حاضره حتى في الترشح. علاش شنو كتقراوهم لي؟ انت فين كانت حضاره بعدا؟ فين؟ تعلموا شنو خصكم ديروا. اخر فوت تاعي هو في العهده الاولى تاع تبون، يعني اخر فوت تاعي يعني من 91 ما فوتيتش، ونقول لك في ال 91 فوتيت على الافافاس عليها كيما اليوم. من ثم فوتيتش حتى للعهده الاول عهده تاع تبون، وان شاء الله نزيد نعاودوا العهده مادام ترشح الرئيس تبون نزيدوا نعاودوا نصوتوا عليه. فهمتوا مزيان؟ يعني الا ما كانش تبون حتى واحد ما غيصوت. الي مجيدو. اذا مثل المترشحين الاخرين وكما ينص عليه القانون جئت لإيداع ملف الترشح رسميا. ولاش تعذب راسك وتم جايب رجليك لا حشوم. الرئيس كيبقى رئيس. سير دير القصر ديالك وحنا شوف صيفط غير السخاره ديالك. علاش؟ ما تحتاجش انت. شوف الصحافه الجزائريه في الصوره كيقول لك عاد الرئيس تبون الافضل في تاريخ الجزائر. كاينه شوف، بالدليل انه دوك اللي تكلمنا عليهم وقلنا 1000 وشي حاجه اليوم ولاو 3000. قالوا 3000 راه دابا يومين باش كانوا 3000. دابا الجديد 3164 حراق بين 14 و 15 جويلية. وشوف صار في البلاد الجزائر كاع هربت. لا 5000 دابا. انا ما بغيتش صافي. شوفوا خصكم تصوتوا على تبون لانه مدخل الغاز لكل دار. اجي شكون قطع على هادو الغاز؟ ياك الغاز تقطع على المغرب ماشي عليهم. نساو هاد المقطع هذا تخيلوا معايا اول مره كنحير واش هاد المقطع فايت لي دوزتو ولا لا. علاش؟ لانه واحد المره سجلته ولكن كنعقل انني حيد. الله يرحم لكم الوالدين، راه بديت كنشرف. قولوا لي من بعد من هاد المقاطع هادو واش هاد الفيديو هاد المقطع فايت لكم شفتوه في الفيديوهات ديالي ولا لا. اللاجه ديالو في دارنا 1543. واو الخوت جابوا لنا الدليل. عندهم الزليج في دارهم في 1543. مشينا فيها. الله جد. ولكن علاش قلتي كارلاج؟ الكارلاج ماشي هو الزليج.
ونزيد نوريك حاجه ولا جات مناسبه اللي كانوا يهضروا يقولوا الزليج غنوريكم الزليج. هاوليك فايونس هذا ولا تلقاوه عاود شنو قلتي؟ هذاك زليج ولا فايونس؟ هذا فايونس تثبت معنا الزليج ماشي هو الفايونس. هذه الاخر تاع الزليج هذاك اللي يهضروا عليه. هذه الاتراك بناوها 1543. ها عاود شنو قلتي؟ الاتراك بناوها. انت مالك؟ هذا من الوقت الاتراك، هذا من وقت العثمانيين. هذا شنو اللي هو من وقت العثمانيين؟ واش الزبل اللي كاين تما ولا الفايونس والكارلاج؟ هو شوف هاد الشيء راه لاباس، وسير شوف الكذبه جابوا صوت مونطاو على واحد الفيديو اخر ديال خدمه مغربيه باش يحاولوا يوهموا المغاربه اللي قلتو سرقوا لكم ديزاين هذا تاع الجيريان درتو في الماريكان للديار. هذا شغل سيدي كاغو. سيدي كاغو تلصقهم مخدومين باليد. وما في خباركش انه ميريكان اصلا نهار بغات دير زليج جابوا العمال المغاربه وراه كاين وثائقي موجود. ويبقى السؤال اين البوليساريو؟ Hoy tenemos bandera marroquí aquí, quitaron las que había saharaui o polisaria o como quieran llamarse. Yo no entro a política, solo cuento lo que veo y lo que vivo. Y hoy hay bandera marroquí. ما كاينش اللعب. ما فهمتوش اش قالوا. لكن عرفتش انه كيسول على البوليساريو ما كاينينش. كيلقى غير الدرابو ديال المغرب في الصحراء المغربيه. ايوا الخوت شفتهم تعطلوا كيف ما كتشوف في الصوره. يلاه بداو كيعلنوا على الحرائق. واشنو هذا العام زعما ما يقولوش المغرب وداك الشيء؟ لا هذا العام عندهم خطه مبدله كيف ما كتشوف الصوره. تصدير الشحنه الاولى من سمك الشبوط نحو بوركينا فاسو. واش انت الحوت لقيتي جنجه بقى لك غتصيفطوا لبوركينا فاسو؟ ولكن شوف نمشيو نشوفوا دابا كاين الصح ديالك النشره الجويه في الجزائر. دخلنا في زمان الصيف السخانه. هذا هو الطبيعه. الصيف جويدي هكذا معروف. نشوفوا حاله الطقس لصبيحه هذا الخميس ان شاء الله. عموما يبقى الحال شباب على معظم المناطق تاع بلادنا باستثناء عبور سحب خفيفه في بعض الاحيان خاصه على ولايه برج باجي المختار وعين قزام تيمياوين وتنزواطين. بعد الزوم عربية تقدر تهم منطقة عين صالح سينا كتبوا السما صافية والدنيا هانية. السما صافية والدنيا هانية واللي دوير عاف. وهذا الشيء اللي كاين اليوم عندنا في النشرة الجوية ديالنا. كاينة سحب. هاد السحب تقدر تهبط عليك وهي دايزة رد معاك البال. والشمس اليوم واخا هي 60 درجة غير كون هاني ما كاينش المشكل. غير الجلة ديالك غتحرق. هاد المقطع هذا قبل ما تشوفوه لا تتشوفوه هنا. سعر مقنون. زيد كمل. حليب معدن التكاوين. زيد هادي. هاي حليب معدن التكوين. ما بس زيد كمل هادي. موزع كمل. الذي يسم ولا وادي. لا شوف ماشي مشكل. ما جايش نقول لك انه في المغرب مثلا ممكن ما يكونش عندنا في حال الدراري. ممكن جدا وبنقول لك كاينين. ياك هما اللي ما عندهمش الاميه ماشي حنا. ياك كيقول لك لا راه المغرب اميه. ولكن هذا الشيء كامل ماشي هو اللي يهمني وماشي هادشي علاش جبت لكم الحليب الرخيص اللي كيتفشخروا به. طلع حليب معاد التكوين. شنو معنيت معاد التكوين؟ هي انه الغبره كنزيدوا عليها الماء. كنا عارفينها وقلناها لهم ولكن دابا الدليل قدامهم. محمد مهاتير رئيس فنزويلا لمدة 20 سنة أعتقد أكثر. نقدروا نعتبروا فنزويلا دولة خرجت من التخلف إلى دولة نامية مع أنه أخذ الأمر منه 20 سنة ودار أخطاء ثاني كارثية لكن حقق إنجازات. لا اسمحوا لي. محمد مهاتير ماشي رئيس ديال فنزويلا. لا هو الرئيس ديال كوكب لالا. سير قلب على محمد مهاتير وسير دير واحد لايك وما تنساش انك تخلينا تعليق وتبارطاجي وما تنساش انك تشارك بالقناه. شكرا لكم بزاف. لا التعليقات خصوصا واحد التعليقات كتقول لك برافو على المجهود. يعني ناس كتقدر المجهود اللي ممكن انه كيدار. ما كنشوفوش شي مجهود نيت ولكن كنحاولوا نديروا داكشي اللي قدرنا عليه. شكرا لكم بزاف. هذا نصيحه يحييكم. عاش المغرب ولا عاش من خانه.